لو بتشتغل فريلانس أو بيزنس فأنت فعلا بتضيع وقتك في حاجات ملهاش أي لازمة خالص. في جملة سمعتها زمان كانت غريبة جدا: الشاطر مش هو اللي بيشتغل كتير، الشاطر اللي هو بيشتغل مرة واحدة بس وبيعمل الشغلانة من أول مرة. طبعا ساعتها أنا ضحكت، قلت يا عم دي فلسفة وبتوع كلام تنمية بشرية. اكتشفت إن ديت مش جملة، اكتشفت إن ديت عقلية أو مايند سيت عن طريقها تم وجود حاجة اسمها الأوتوميشن. الأوتوميشن دوت هو بيوفر عليك حاجات كتيرة جدا أنت بتعملها في يومك ايا كان مجالك ايه بالظبط، وبتتعلمها وبتتقنها، وعلى اساسها بيجي لك منها مبالغ محترمه جدا جدا جدا. هتخلي شغلك اسرع، فلوسك اكتر. اللي انت هتشوفه في فيديو النهارده ده يسمى بيه الورك فلو او سيناريو العمل دوت اللي انت هتتعلمه النهارده. الناس ديت فعلا بتعمل فلوس كتيره جدا من موضوع الاوتوميشن ده، بس خد بالكم ان عالم الاوتوميشن واسع جدا وكبير جدا، وانا مش عاوز ان انا يعني اتعبك معايا في اول فيديو تشوفه عن الاوتوميشن. عشان كده انا جايب لك حاجه النهارده لطيفه انا عملتها مع عميل من العملاء بتوعي، كسبت عن طريقها $200 بونص عشان بس الطريقه ديت. ليه؟ عشان وفرت على العميل اكتر من 10 ساعات من الشغل المتواصل. ولو عجبك الفيديو ده ان شاء الله ده هيبقى نقطه بدايه ليك حلوه جدا عشان تبتدي في عالم الاوتوميشن بشكل موسع اكتر. اول حاجه ان جوت فورم ايه هو؟ عباره عن ايه؟ جوت فورم دوت عامل زي جوجل فورم بس بشكل يا صديقي موسع تماما. والميزه كمان ان انت ممكن تستخدمه بشكل مجاني محدود شويه، ولكن الامكانيات المجانيه اللي موجوده في جوت فورم بجد هتفرق معاك جدا جدا جدا. هتخش على فورمز وبعد كده هتدوس على ستارت فروم سكراتش، تلاقي هنا اهو كلاسيك فورم، هتدوس عليها. طبعا لما تيجي تبني الفورم هتلاقي هنا اهو حاجه فاضيه. الميزه بقى، تعالى كده عشان بس انا كنت عامل ساين اب بالايميل بتاعي، فهتلاقي اللوجو بتاع القناه. لو انت عاوز تشيل اللوجو خالص تروح جاي، تعالى كده احنا بنبتدي من الاول خالص، تروح جاي حاطط اللينك بتاع القناه هنا اهو. والميزه بقى كمان لو انت عاوز يبقى في ستايل معين كده، عايز تخليه مثلا على الشمال على اليمين على حسب ما انت عايز، مفيش مشكله خالص، ممكن تعمل ده بمنتهى الاريحيه. الحاجه التانيه بقى، يعني لو انت العميل بتاعك عنده جنون العظمه وبيحب ان هو يعني يحط صوره مثلا صوره الشركه بتاعته، ممكن مثلا تروح جاي هنا اهو تخلي الايمج تبقى صورتك انت. وهنا بقى العميل ايه، انا اسف، تبقى في الحته ديت بيج ايمج، وهتلاقي فجاه الصوره كلها بقت طالعه. لو انت بتحب نفسك او انت ممكن تعمل حاجه زي كده والعميل هينبسط منك قوي. انا بهزر طبعا، انا هشيل ديت. لكن ممكن تحط الوان مختلفه، تختار اللون اللي انت عايزه. انا طبعا حابب اللون دوت ماشي مع الاصفر. طب نيجي بعد كده بقى، هي طلع اللابتوب بتاعك، طلع اللابتوب بتاعك واعمل زي ما انا بعمل بالظبط عشان الموضوع سهل ومش صعب. هتدوس على add elements. في مشروع الفويس اوفر ده انا محتاج حاجات معينه. اوكي، طبعا هنا اهو هنقفل ده، خلاص احنا فهمنا الهدف بتاعها. هنيجي انا محتاج ايه؟ والله العميل بتاعي كان عنده ناس محتاجه اسمها، محتاجه الايميلات بتاعتها، والله يا حسن كمان انا محتاج يبقى في الاي دي بتاعهم. هنعمل اي دي، هتختار اللي هي الشورت تكست، حاجه تتكتب فيها حاجه واحده. طيب انا النهارده الايميل بتاعي موجود. الفريلانسرز عشان ابعت لهم الفورم ديت هقول له انا محتاج الاي دي فور، او مثلا اسم اي دي بس. طب دلوقتي انا الفريلانسرز بتوعي عاوز ان هم يعملوا ريكورد، او لو عندهم سابقه اعمال يعملوا ابلود للفايل. هتيجي تدوس على فايل ابلود. طب والله كمان انا في عندي اوبشن حلو. الاوبشن دوت هو ان انا ممكن اعمل زي ريكوردنج. فلو رحت من بيسك هنا اهو لويدجز، هتختار ريكوردنج، هتلاقي يا اما لوم. انا والله عايز حاجه تبقى موجوده بيلت ان، موجوده عندي هنا اهو. تمام. وطبعا خد بالك لو انت عايز الناس تبعت لك دايركت على طول هيتبعت في الفورم ديت، فيها مساحه ان هي ممكن تخزن لك اصوات الناس. ولكن طبعا يفضل لو انت حاطط الريكوردنج ليميت عشان الناس ما تنسى بقى تفتح الفايل فتخلص لك كل الاستورج. ممكن تحط مثلا والله انا عاوز ايه 60 ثانيه بس، عشان ما حدش يبعت لك 4 ساعات فيبهدل لك الدنيا. وهتلاقي هنا ان هي اتحولت من صفر لدقيقه. اوكي، حلو. مبدئيا بس عشان ايه الاهم من الشغل تظبيط الشغل، هنقول مثلا التايتل بتاعنا هنا اهو ويلكم تو جنيه
ديجيتال بروجكت او في او بروجكت اللي هي فويس اوفر بروجكت. تحت هنا اهو قول مثلا please fill the form. حلو. نيجي بعد كده يا معلم لو نزلنا بقى تحت هنا اهو دخلنا على، عشان انا اسف انا عايز اكبر اللوجو شويه لان بصراحه اللوجو لا حاسه يبقى عايزه يبقى اكبر من كده شويه. نيجي بقى على ايه؟ على settings. احنا نروح عند البيلد نخش على settings. دلوقتي في حاجه اسمها integration. يعني ايه integration؟ انك تربط الفورم ديت بحاجه زي جوجل او اوتلوك، عشان لما الشخص يعمل ابلود هيعمل لها ابلود فين؟ لازم تربط الدوكيمنت بتاعتك او الفورم بتاعتك بجوجل. طبعا في مصطلحات كتيره، يقول لك حاجه اسمها اي بي اي، مش عايزك تخش في التفاصيل ديت، انا عايزك تبص على الاوتوميشن وحلاوته في الاول وبداياته عامله ازاي، وازاي انك ممكن حاجه تافهه زي كده تستخدمها في شغل مع عميل وتوفر عليك وقت كتير جدا ووجع دماغ. ليه بقى؟ لان اخوكم كان بيقعد 20 ساعه شغال بيعمل الشغل دوت مانيوال مسجات، فانا طلع عيني. فحاجه زي كده بالنسبه لي كانت مريحه جدا والعملاء بيحبوها جدا وعن تجربه، وهتتصدم العملاء ممكن يدفعوا فلوس قد ايه. هتخش على انتجريشن هنا اهو، هتلاقي ان في كذا اوبشن. يعني حلاوه جوت فورم انك ممكن تستخدمها كحجز، وسيله دفع، تربطها بجوجل كالندر، تربطها باي حاجه. بس خلينا دلوقتي في الاكزامبل البسيط، المثال البسيط. والله يا سيدي انا عاوز اربطها بجوجل درايف. هتلاقي هنا اهو طلع لك الايميل بتاعك او ايميل العميل، طبعا لو العميل هو اللي عاوز يوصل له الحاجات ديت على حسب بقى هو طالب منك ايه. وهتدوس على اوثنتيكيت. هيطلع لك حتى طب انت عاوز ايه نوع الفايلات اللي هتتربط على الجوت فورم. انا هسيبها زي ما هي، وهاجي هنا اهو هدوس على فايل ابلود وادوس على سيف. هتلاقي بعد كده مطلع لك ان اللينك ما بين الجوت فورم اللي انت عملتها سواء بايميلك او بايميل العميل بقت موجوده. ولو انت دوست على اللينك ده هتلاقي ان هو فتح لك، بص كده، هتلاقوا ويلكم تو جنيه ديجيتال فويس اوفر بروجكت. انت كده ربطت الحاجه دي. طب ايه كمان بقى اللي ناقص يا عم حسن؟ طب استنى، انت مش وعدتنا ان احنا كمان لو رحنا الانتجريشن تاني ممكن نربطه بالجوجل شيتس؟ ممكن عادي جدا. هنعمل ايه؟ هيجي هنا اهو في محرك البحث هنا نكتب جوجل شيت، هتلاقي ادي لينك بتاع جوجل شيت. عايز اقول لكم حتى ان جوت فورم كمان ممكن يتربط بالواتساب، بحيث لو حد عمل سبميت للفورم يبعت لك مسج على الواتساب ان في شخص خلص الحاجه. فبدل فعلا بتوفر على نفسك حاجات كتيره، ممكن واتساب، ايميلات، على حسب ما انت عايز. هتدوس على create new spreadsheet، اوكي، وهتدوس على next. هتعمل نفس القصه authenticate يعني ايه؟ انك بتربط والله الفورم ديت وبتعمل حاجه اسمها authentication، بتعمل ربط ما بين الفورم وما بين الجوجل شيتس. تمام. ونيجي بعد كده ندوس على سيف. حلو جدا. تعال بقى نرجع للفورم الجميله بتاعتنا. خلاص بقت كل حاجه جاهزه عندي. العميل دلوقتي، طب حسن تعالى نعمل تيست على الحاجه. انا عايز ابعتها للعميل، اكيد مش هخش ابعتها له، ممكن ما يعجبوش اللون، ممكن يبقى عايز يغير حاجه تانية، الله اعلم هو عايز ايه بالظبط. فانا عايز اغير له الحاجه اللي هو حاببها مثلا. فهقول له يا سياده العميل، ادي، معلش انا اسف انا غيرت بس اللون بالغلط. ادي دلوقتي اللينك بتاع الفورم، انا عايز ان انا اخليها تشتغل بقى. هنعمل لها حاجه اسمها ببلش، انك بتنشرها على الموقع. هيطلع لك هنا اللينك بتاعه الفورم ديت. تمام. ويستحسن لو العميل يبص على الحاجه الاول قبل ما تقول له ان دوت المنتج النهائي، عشان لو في حاجه عايز يغيرها. تعالى بقى نفتح الفورم. والله انا ادخل فيها داتا. تعالى نقول مثلا الفويس اوفر اي دي بتاعنا 500. تعالى دلوقتي نسجل. Welcome to جنيه Digital Voice Over Project. وندوس على ستوب. هتلاقوا هنا اهو، بصوا كده، عمل ريكوردينج سيفد. جميل. وخلاص سجلنا كل حاجه تمام، وهندوس على ستوب. ولما جينا رفعنا الفايل دوسنا هنا اهو وطلعنا الفايل بتاعنا واتعمل له ابلود زي ما انتم شايفين تحت هنا. طب تعالى كده نشوف ايه اللي حصل لما خلصنا الاكشن دي. هتلاقي بقى هنا اهو ان جات لك علامه. طب نعرف ازاي؟ في 1 سبمشن يا حسن، خد بالك في حد عمل لك سبمشن هنا اهو. هتلاقي في داشبورد اتفتحت هنا يوم 18 جولاي. الفريلانسر كذا، اسمه كذا، ايميله كذا، الاي دي بتاعه كذا، عمل
الريكوردنج ده وجيت بعد كده دخلت على جوجل درايف بتاعك ودخلت على جوجل شيت بتاعك، هتلاقي ان هم اتعمل لهم ابلود بدون ادنى مشاكل خالص. ومش كده وبس، كمان ده هيبقى سهل قوي انك تتعقب الحاجات ديت، تعرف هي بتظهر بشكل عامل ازاي، شكل الداتا عامل ازاي، ايه هي الفايلات عمل لها ابلود. ده بيسهل عليك قوي انك تبتدي بدايه بسيطه وحلوه جدا في جوت فورم. وزي ما انت ما شفت على اب وورك، في كميه ناس بتشتغل بحاجات زي كده. هل بقى الموضوع مقتصر بس على اللي انا عملته ده؟ انت عندك اوبشنز عملاقه، من بوابات دفع لانتجريشنز مع تولز ثانيه، انا بكتشف فيه كل يوم حاجه جديده. فلو انت عاوز تبتدي بخطوه بسيطه في الاوتوميشنز، افتح اللابتوب بتاعك وجرب الخطوات ديت. قابلتك مشكله في الفورم، ابعت لي وانا هرد عليك.